حكايتنا النهاردة جوه أسوار القاهرة القديمة، قاهرة المعز الفاطمية. بس عشان نتكلم على قاهرة المعز لازم نتكلم الأول إن القاهرة نفسها مرت بعصور وأسماء مختلفة ومراحل توسع في بقاع كتيرة، من بداية العصر الفرعوني واللي كان وقتها اسمها أون، ثم جزء جديد تم إنشاؤه وكان اسمه بابليون، وبعديها تم إنشاء جزء جديد باسم الفسطاط في عصر عمرو بن العاص، وبعدين في عصر العباسيين تم إنشاء جزء جديد باسم العسكر. أما القطائع فالجزء ده تم إنشاؤه في عهد أحمد بن طولون. لكن الوقت اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو وقت الفاطميين، لما تم فتح مصر بقيادة جوهر الصقلي بأمر من المعز لدين الله الفاطمي، وتم فتح مصر في يوليو سنة 969 ميلادية. وقتها جوهر الصقلي اتخذ لنفسه مكان جديد وقرر إنشاؤه عشان يكون هو القاهرة، وده كان شمال شرق القطائع، عشان يبتدي يعمل أساسات القاهرة الفاطمية. وقتها أنشأ القصر الفاطمي وبنى الجامع الأزهر وعمل سور مربع للقاهرة الفاطمية عشان يحميها، وفتح في كل ضلع بوابتين. الضلع الشمال كان فيه باب النصر وباب الفتوح، والضلع الشرقي في باب الغريب وباب المحروق. الضلع الجنوبي في باب زويلة وباب الفرج. أما الضلع الغربي فكان فيه باب الأنطرة وباب السعادة. في البداية كانت كلها سكن للأمراء ودواوين للحكومة، لكن سنة 973 انتقل للسكن فيها المعز لدين الله، وحكم منها دولته الفاطمية بدل المغرب، وأطلق عليها اسم قاهرة المعز. المعز حكم مصر من سنة 953 لغاية 975. أما في عهد الخليفة المستنصر وبعد 120 سنة على إنشاء قاهرة المعز، قام بدر الجمالي أمير الجيوش ووسع سور القاهرة عشان يضم الناس اللي سكنوا حوالين السور مع تزايد عدد السكان طبعا. وفضلت القاهرة جوه أسوارها لغاية ما جه صلاح الدين ومسك الحكم، وبدل ما يعمل عاصمة جديدة لمصر قرر انه يجمع كل أجزاء العواصم القديمة الخاصة بمصر اللي سبقته، فضم الفسطاط والعسكر والقطائع للقاهرة الفاطمية عشان يكونوا كلهم عاصمة واحدة بس لمصر باسم القاهرة. وأنشأ قلعة الجبل عشان تكون مركز لحكمه. ومع الوقت كبرت القاهرة وتعظمت مساحتها وضمت أماكن جديدة في مختلف العصور، والسور كبر لغاية ما وصل لقلعة الجبل في عهد الأيوبيين والعثمانيين. حتى في عهد الوالي محمد علي كانت قلعة الجبل هي مركز الحكم، لغاية ما جه عهد الخديوي إسماعيل اللي نقل مقر الحكم من القلعة لقصر عابدين. طبعا جوه أسوار القاهرة القديمة آثار ما تنتهيش بناها قادة وحكام مصر على مر العصور. فيها جامع الحاكم بأمر الله، وده اتبنى في عهد العزيز بالله الفاطمي وتوفى قبل ما يكمله، فأتم بناؤه ابنه وانتسب ليه الاسم وأصبح معروف باسم جامع الحاكم بأمر الله. وفي كمان مسجد وسبيل وكتاب أغس الإحضار اللي اتبنى سنة 1837 في عهد الوالي محمد علي. جامع الأقمر كمان اتبنى سنة 1125 ميلادية، واسمه الأقمر لأنه اتبنى من الحجارة البيضاء اللي شبه القمر.
جوه كمان الأسوار في سبيل الأمير عبد الرحمن كتغدة اللي اتبنى سنة 1744، وده أنشأه عشان يكون سبيل للمية وكتاب لتعليم أيتام المسلمين. قصر الأمير بشتاك أحد أمراء الناصر محمد ابن قلاوون، وده اتبنى في القرن الثامن الهجري وبيتكون من 3 طوابق. في كمان سبيل وكتاب خسرو باشا اللي اتبنى سنة 1535 ويعتبر أقدم سبيل عثماني في القاهرة. في كمان مدرسة وقبة نجم الدين أيوب اللي أنشأها الصالح نجم الدين أيوب آخر السلاطين الأيوبيين، ودي كانت بتهتم بتعليم المذاهب ال4 في مصر، وباقي منها الواجهة بس. محمد علي كمان بنى 2 سبيل هناك، واحد سنة 1820 وده معمول بالرخام الأبيض وليه 5 شبابيك من النحاس، وفي سبيل تاني بناه سنة 1822. جوه كمان الأسوار في قصر السلطان قايتباي اللي اتبنى على آثار قصر الزمرد اللي أنشأته ابنة السلطان محمد بن قلاوون، وكان اسمها تتر الحجازية. موجود كمان جوه الأسوار بيت السحيمي اللي كان في الأصل بيتين أو جزئين، قبلي وبحري. الجزء القبلي بناه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1648، والجزء البحري بناه الحاج إسماعيل ابن إسماعيل شلبي سنة 1797، لغاية ما جه الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواء الأتراك في الجامع الأزهر، واشترى البيتين وضمهم على بعض وتسمى باسمه لأنه كان آخر واحد سكن فيهم. ما بتنتهيش آثار القاهرة الفاطمية لأنها مليانة آثار مهمة، زي مقبرة الملك الصالح نجم الدين أيوب، والمدرسة الصالحية والمدرسة الكملية ومدرسة الظاهر برقوق ومسجد الغوري والكتاب، وفي كمان مسجد الفكهاني وحمام المؤيد ومسجد المؤيد وكتاب وسبيل نفيسة المرادية، وفي كمان حمام الملك إينال. أما الشوارع فما أكتر أسمائها وكل اسم له حكاية. شارع المعز كمان بيمتد من باب الفتوح ثم النحاسين وخان الخليلي والساغة، وبيقطعوا شارع القائد جوهر الصقلي المعروف دلوقتي باسم المسكي. وجوه القاهرة الفاطمية هتلاقي كمان منطقة الغورية والفحامين وزقاق المدق والسكرية وشارع قصر الشوق وبين القصرين وشارع الخرنفش وشارع باب الوزير وحارة برجوان. أسامي كتير مليانة خلت المكان ده متحف حقيقي كبير لتاريخ مصر. عشان كده سنة 1979 اعتبرته منظمة اليونسكو أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية. تم إنشاؤه على مدار سنوات طويلة وعصور مختلفة مرت على مصر، وبكده نكون اختصرنا حكايات طويلة جدا من تاريخ قاهرة المعز في دقايق صغيرة. كانت هي حكايتنا الجديدة من حكايات مريم.